في الأول من يونيو سنة 2002 افتتحت بطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان، وكان العالم كله مبسوط ومتحمس. ودي كانت أول مرة في التاريخ بتستضيف فيها دولتين المونديال مع بعض، وأول مرة كمان تتلعب في قارة آسيا، الحدث الأكبر في الكورة. الجو كان عيد والألوان كانت مبهجة والملاعب كانت مليانة بجمهور مجنون بيحب كرة القدم. بس وسط كل الفرحة دي كانت في حاجة بايظة بتحصل في الكواليس، حاجة معرفناش تفاصيلها الكاملة غير بعد سنين طويلة. حاجة خلت كتير من الناس يقولوا بصراحة ده مش مونديال، دي كانت مسرحية. ففي المونديال ده اللي المفروض يكون احتفال بجمال الكورة اتحول لواحدة من أكتر المسابقات الرياضية إثارة للجدل في تاريخ البشرية. وفي قلب الأحداث كانت كوريا الجنوبية الدولة المستضيفة اللي وصلت لنصف النهائي بطريقة خلت كل عاشق كورة في الدنيا يدعك عينيه ومش مصدق اللي بيشوفه. عشان نفهم الصورة كاملة لازم نفهم الخلفية. كوريا الجنوبية قبل 2002 كانت دولة كورة متواضعة على المستوى الدولي، اشتركت في عدد من نسخ المونديال بس ما نجحتش في انها تعدي الدور الاول ابدا. ما كانش عندهم نجوم بيعرفوا من العالم، وما كانش عندهم تاريخ يخليهم مرشحين لاي دور متقدم. بس لما عرفت انها تستضيف المونديال قررت الاستعداد بشكل ضخم. جابوا المدرب الهولندي الكبير غوس هيدينج وصرفوا فلوس كتيرة جدا على البنية التحتية وعلى التدريب. كانوا عايزين ينجحوا بجد، وده حقهم بصراحة. بس السؤال هنا هي ايه الوسيلة اللي استخدموها عشان ينجحوا؟ بس خليني قبل ما نبدأ ونحكي في التفاصيل منساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، عايزين نوصل ل10,000 سبسكرايب على نهاية كأس العالم. طبعا بعد كل التحضيرات اللي عملتها كوريا الجنوبية دخلوا كأس العالم على أمل إنهم يعملوا حاجة كبيرة في البطولة دي، وفعلا قدروا إنهم يعدوا دور المجموعات، واللي كان معاهم في المجموعة البرتغال وأمريكا وبولندا. ودي كانت مجموعة متواضعة مش قوية قوي بصراحة. بس خلينا ندخل على التفاصيل المثيرة. أول مرة سميها زي ما تسميها، ففي دور ال16 إيطاليا بتلاعب كوريا الجنوبية، وده اللقاء اللي لسه لحد النهاردة بيتكلم عنه الطليان بمرارة كبيرة. إيطاليا بدأت المباراة بتسجيل هدف عن طريق كريستيان فييري علشان ترجع كوريا الجنوبية وتسجل التعادل في الدقيقة 88 عن طريق سول كيهيون. لحد هنا تمام، بس اللي مش تمام لما دخلوا الوقت الإضافي. إيطاليا سجلت هدف بالقانون الذهبي في الوقت الإضافي عن طريق دامياني بعد استقبال كرة من سوليميري. عاوز اقولك ان الهدف كان صح 100%، والطليان بدأوا يحتفلوا. بس الحكم الاكوادوري الغريب بايرون مورينو ألغى الهدف بحجة مخالفة ما شافهاش أي إنسان على وجه الأرض أصلا. بس المباراة كملت، وفي آخرها سجل جون هوان الهدف الفارق لكوريا في الوقت الإضافي عشان تكسب كوريا الجنوبية الماتش 2-1 وتخرج ايطاليا من المونديال. وخليني اقول لك ان بعد ما ايطاليا طلعت فراح رئيس نادي بيروجيا الايطالي، وده الفريق اللي كان بيلعب فيه جون هوان، بفسخ عقد اللاعب بسبب تسجيله الهدف اللي اقصى ايطاليا، معتبرا ان ذلك بيمثل اهانه لكره القدم الايطاليه. وعايز اقول لك ان اللي زاد الطين بله في الماتش ده هو فرانسيسكو توتي اتطرد في الوقت الاضافي بعد تلقي الانذار الثاني بداعي التمثيل داخل منطقه الجزاء، واتهم بالبصق على اللاعب الكوري. بس اتاكد انه ما بصقش على اللاعب، واللقطه وضحت كل حاجه. بس الحكم اصر ساعتها على طرد فرانسيسكو توتي. الناس طبعا بعد الماتش ده ابتدت تسأل مين الحكم ده، مين بايرون مورينو. الراجل ده بعد المونديال بفترة قصيرة اتضح انه موقوف بسبب الفساد في بلد الاكوادور، وفوق كده اكتشف ان هو واللاعبين الكوريين اتقابلوا في ظروف غامضة قبل المباراة. بس الرواية دي ما اتأكدتش رسميا، وبرضه محدش طلع ونفى الرواية دي. توتي قال بعدها الحكم كان من الفريق الكوري، حكم كان مش محايد، وده كلام قاله واحد من اعظم لاعبي ايطاليا في تاريخها، مش كلام راجل خايب بيعتذر عن خسارة. بس عشان الكلام ميبقاش مجرد نظرية مؤامرة، خلينا نبص على سيرة بايرون مورينو بعد المونديال. عايز اقول لك ان بعد نهاية البطولة بفترة مش طويلة اكتشف مكتب شؤون الحكام الاكوادوري ان مورينو اتورط في قضايا فساد في بطولات محلية واتوقف عن التحكيم. الراجل اللي كان بيحكم في اكبر بطولة في العالم اتوقف بسبب الفساد في بطولة محلية. الفيفا من جهتها ما عملتش اي تحقيق جاد في الموضوع، مكتفين ان المباريات اتلعبت وخلصت. لو شايف ان ماتش ايطاليا اللي حصل فيه غريب بالنسبه لك، فخليني اقول لك ان اللي حصل في ماتش اسبانيا كان اغرب. كوريا الجنوبيه وصلت لربع النهائي عشان تلاعب الماتادور الاسباني. المباراه دي بتقول ان اسبانيا هي اللي هتكسب وهتعدي، بس خليني اقول لك ان المباراه كانت متكافئه. اسبانيا كانت الاقوى تكتيكيا، والكوريين كانوا بيلعبوا بقلب وحماس في ملعبهم ووسط جمهورهم، لحد ما وصلنا لاخر الوقت الاصلي
بدون أهداف، ودخلنا الوقت الإضافي. ومن هنا بدأت الفضايح، بس بقيادة مين؟ بقيادة الحكم المصري جمال الغندور. أيوة زي ما سمعت بالظبط، لأن الحكم المصري جمال الغندور وطاقمه المساعد ألغى هدفين لأسبانيا. الأول كان بداعي وجود خطأ، ولما شفنا اللقطة 100 مرة من كل الزوايا ما كانش فيه أي فاول حصل خالص. والهدف التاني اتلغى بداعي خروج الكرة من خط الملعب قبل ما تتلعب. وطبعا النتيجة إن المباراة راحت للركلات الترجيحية، وكوريا هي اللي كسبت وعدت للدور اللي بعده، وكسبت أسبانيا ساعتها 5-3 في ضربات الجزاء. وأسبانيا رجعت لبلدها وهي مش عارفة إيه اللي حصل بالظبط. عارف كمان ان مش اسبانيا وايطاليا بس اللي حصل معاهم كده، البرتغال كمان اخدت نصيبها. البرتغال اللي كانت عندها لويس فيجو وروي كوستا، واللي كانت بتلاعب كوريا الجنوبيه في دور المجموعات، المباراه بتاعتهم شهدت برضو قرارات تحكيميه مثيره للجدل، بس الاخطاء دي كانت اقل شهره من مباراه ايطاليا واسبانيا. والبرتغال ساعتها خرجت من المونديال، وفيجو كان صريح جدا في الانتقاد، والفريق ساعتها كان محبط ومش فاهم ايه اللي حصل. بس الطريف في الموضوع ان المانيا اللي لعبت كوريا الجنوبيه في نصف النهائي فازت بسهولة نسبية 1-0. الألمان لعبوا بشكل طبيعي، وما كانش فيه ساعتها أي فضايح في مباراتهم مع كوريا، عشان كوريا تلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع قدام تركيا، وتتغلب برضه عادي بنتيجة 3-2 من غير أي فضايح تحكيمية. بس ساعتها كوريا الجنوبية حققت أفضل إنجاز آسيوي في تاريخ بطولات كأس العالم باحتلالها المركز الرابع. ده خلى ناس تقول إن الموضوع مش بس تحيز للكوريين، لكن ممكن يكون في اتفاق مع دول معينة أو ضد دول معينة، أو هم شافوا إنها وسعت منهم شوية فقال لك كفاية كده. بس دي كلها نظريات ومفيش ليها دليل واضح لحد النهاردة. كمان اللي زاد الشك هو الصمت الرسمي للفيفا، اللي المفروض تكون الحارسة الأمينة لنزاهة الكورة، وساعتها الفيفا ما اصدرتش اي بيان رسمي يحقق في المباريات المثيره للجدل دي. بلاتر رئيس الفيفا في الوقت ده قال بعض الكلام العام عن الاداء الاستثنائي لكوريا، وما اشارش للانتقادات بشكل مباشر. والصمت ده عند كتير من المحللين هو في حد ذاته دليل على ان في حاجه ما كانتش مظبوطه. بعد البطوله بسنين اعترف بعض المسؤولين الرياضيين الكوريين بشكل غير مباشر ان كان في ضغوط جرت ممارستها عشان تنجح كوريا. محدش وصف الأمر بالفساد الصريح، بس الاعتراف بالضغوط كان في حد ذاته كان كافي إن في حاجة ما كانتش مظبوطة، وإن كان في حاجة كانت بتتعمل لكوريا الجنوبية عشان تقدر إن هي تحقق إنجاز في المونديال ده. بس السؤال هنا، هل اللاعبين الكوريين كانوا يعرفوا إن في تلاعب؟ فخليني أقول لك إن الغالبية العظمى منهم لأ، اللاعبين كانوا بيتدربوا بجد وبيلعبوا بكل قلوبهم. كمان هيدنج كان مدرب جاد ومجتهد جدا مع الفريق ده، والفساد لو كان موجود فعلا كان هيكون على مستوى اعلى بكتير من مستوى اللاعبين، فكان هيكون على مستوى الاتحادات والمسؤولين والحكام. كمان الجمهور الكوري كان ظاهرة في حد ذاتها، التنظيم كان رهيب، والملابس الحمراء الموحدة والالتراس المنظمة والتشجيع المتقن، كل ده كان ممتاز وكان بيحط ضغط على اي حكم بيحكم لكوريا الجنوبية. بس في روايات بتقول ان الضغط النفسي على الحكام كان هايل جدا. لما تحكم في ملعب مليان 100,000 متفرج كوري بيضغطوا عليك بكل طريقة ممكنة، ده نفسه ممكن يأثر على قرارات الحكم. بس ده مش عذر، ده تفسير جزء من الصورة. طيب ايه اللي عمله مونديال 2002 من تغييرات في كرة القدم؟ اول حاجة بدأ النقاش الجدي عن تقنية الفيديو في التحكيم واللي هي الفار، وكتير من المحللين بيقولوا ان الفضايح دي كانت من الاسباب اللي عجلت بتبني الفار في السنوات اللي بعد كده. وتاني حاجه بدات الفيفا تفكر في معايير اكتر صرامه لاختيار الحكام في المونديالات، ده غير ان موضوع تضارب المصالح بين الدول المستضيفه والقرارات التحكيميه بقى موضوع رئيسي في النقاشات الرياضيه اللي بتحصل في الفيفا. بس بعد اكتر من 20 سنه لو سالت اي متخصص في تاريخ الكوره هيقولك ان مونديال 2002 يعتبر النسخه الاكثر اثاره للجدل في تاريخ البطولة. فالمؤرخين الرياضيين والمحللين والمدربين واللاعبين نفسهم من الفرق المتضررة كلهم اتفقوا على ان كان في حاجة مش طبيعية حصلت. فهل كان فساد منظم مخطط من البداية للنهاية؟ ده صعب اثباته بالوثائق ولا الدلائل. وهل كان في تحيز واضح في القرارات التحكيمية لصالح الدولة المستضيفة؟ ده مش بس واضح، ده موثق بالصور والفيديو من كل زاوية ممكنة. كوريا الجنوبية وصلت لنص النهائي وانتهت رحلتها هناك بعد خسارة قدام ألمانيا، بعدها خسرت مباراة تحديد المركز الثالث قدام تركيا، وجات في المركز الرابع عشان تحقق أفضل إنجاز لمنتخب آسيوي في المونديال. بس الحقيقة إن المركز الرابع ده
مش مركز حقيقي، ده مركز مزروع بقرارات لو كانت صح كان ممكن يبقى خروج من الدور الأول أصلا للمنتخب الكوري. إيطاليا وأسبانيا والبرتغال 3 قوى كروية عملاقة خرجت من مونديال واحد في ظروف مثيرة قدام نفس المنافس، والاحتمال الرياضي إن ده يحصل بالصدفة قدام فرقة زي كوريا الجنوبية صعب شوية. في النهاية الكرة أعظم من أي تلاعب، والمونديالات اللي جت بعد كده جت بشكل أحسن من مونديال 2002. والذاكرة الرياضية الجماعية حفظت مونديال 2002 مش كنجاح للمستضيف، لكن كدرس أليم في الفارق بين الانتصار الحقيقي والانتصار المشكوك فيه. فأسبانيا وإيطاليا والبرتغال خرجوا بكرامتهم، لكن كوريا دخلت التاريخ بطريقة ما كانتش تتمناها. فالسؤال ليك هنا، هل انت شايف ان الانجاز اللي حققته كوريا الجنوبية كان متخطط له ومترتب له، ولا الفريق ده قدر يوصل بجهده وعرقه واجتهاده في الملعب؟ فاكتب لي رأيك في الكومنتات تحت، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في حلقات جاية كتير.